والله يا جماعة أنا بحتضر في الفيديو ده. صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو أول مرة تشوفوني، أنا نوران وبعمل كونتنت عن الوكالة والاستدامة، اللبس المستعمل، حاجات مختلفة. لو انتوا interested ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي أنا بعملها، تعملوا لايك وشير لو عجبكم عشان ده بيفرق معايا كصناعة محتوى. تعملوا لي فولو على منصات مختلفة لو عايزين تتابعوني خلال الأسبوع. بس كده يلا نبدأ الفيديو. في كومنت جالي من فيديو الوكالة، وده عامة مش اول مرة جيلي، يعني اللي هو ايه، طب ما توفري كل الفلوس دي وتشتري حاجة واحدة عدلة بدل الحاجات دي كلها. انا لا اتفق مع كلمة ان الحاجات دي مش عدلة، لان بالنسبة لي دي كنوز. وبرضو لا اتفق مع الحاجة الواحدة كويسة، لان مثلا لو انا هشتري من لوكال براند، عشان انا بحاول اشتري حاجة محلية الى حد ما مستدامة، ما اشتريش من محلات الموضة السريعة مقاطعة، فانا ليميتد قوي او محدوده قوي باللي انا عايزه اشتريه. وفي نفس الوقت عندي اكيد بادجت، فمش هلاقي حاجه مثلا صوف طبيعي او كشمير او حاجات خامات كويسه قوي بالسعر ده. عشان كده بلجأ للوكاله، مش بس عشان ان انا عايزه اشتري مستعمل بدل الجديد عشان الاستدامه، لا عشان الاسباب دي كلها. المهم يعني قلت اقنعكم ان انا اعمل ستايلينج لشويه من الحاجات اللي انا جبتها في الوكاله. يلا بينا. ممكن اعمل ستايلينج للكارديجان الجراي ده. هو انا الصراحه لبسته امبارح في خروج يعني، بس هعمله ستايلينج مختلف معاكم. البولوفر اللي هو ده البني اللي جبته من الوكاله للبتاع ده. واخر حاجه للكارديجان الكيوت المقلم ده. يلا بينا. ممكن اقنعكم او انتوا تقنعوني ان كل ده كلام فاضي وانه ما كانش ليه لازمه ان انا اشتريهم. يلا بينا. ماشي يا جماعه، ده اول اوتفيت. عامه عجبني قوي. انا هلبس في الفيديو ده everyday outfits، اللي هي الحاجات اللي ممكن البسها كل يوم، السهله السيمبل، مش حاجات بقى الايفنتس وكده وحاجات مثلا كرييتيف قوي. بالنسبه لي بنطلون احمر اللي هو الواسع ده، جراي واحمر تحفه، ابيض كده كده لون محايد، بحسه بيلي على كل حاجه. خلي بالكم برضو انا لسه ما طلعتش دولابي الشتوي، فهشتغل باللي عندي، يعني ما عنديش جواكت جلد قوي، ما عنديش حاجه قوي، والجو لسه برضو خريفي مش برد قوي. لبست الكونفرس بتاعتي السودا. كنت هلبس والله شنطه سودا، وبعدين قلت لا، يبقى احلى لو الشنطه بتاعتي الحمراء عشان الاوتفيت كده بيزك قوي، يخليه ينعنشه شويه. يعني ايه رايكم؟ انا عاجبني قوي. اوريكم بقى الكارديجان وهو ملبوس ثانيه واحده. ممكن طبعا نقفله، وانا ميلينيال يعني بحب اعمل فرنش توك في كل حاجه، اللي هي الحته الداخله دي. ممكن برضو اللي هو نقفله وندخل حته. بس ده مش عارفه باين ولا لا، بس ده اول اوتفيت. والله يا جماعه انا بحتضر في الفيديو ده، حرانه جدا، جلد وصوف، بس كان لازم اوريكم. يعني بلوفر ده انا حاسه هو هيبقى من الاساسيات عندي في الدولاب الشتاء ده. عجبني قوي الفيت بتاعته، بس هو بصراحه يعني كنت عايزه البسه على بنطلون جلد بني. هو الشيدز اوف بني مختلفه، بس انا مش متضايقه. انتوا برضو قولوا لي رايكم. يعني كنت عايزاه يبقى شويه مودست، فلبست عليه التيشيرت اللي هو الطويل الابيض ده. انا عجبني. في ناس هيحسوا اللي هو لا، يعني من غير التيشيرت احسن، بس مش عارفه، قولوا لي برضو رايكم. لبست بوتس لونها نبيتي، مش عارفه باينه ولا لا، باينه. وكنت بقول مش عايزه ماتش البوت والبس شنطه حمراء، بس حسيت ان يعني جربت شنطه بني ما عجبتنيش، فحسيت ان ده الاوتفيت ده محتاج كده. شارب اللي هو المليان برنت ده، حسيت برضو الاوتفيت كله ساده، فمحتاج حاجه لازم اقلعه حالا. تالت اوتفيت تقريبا. ده تالت اوتفيت سيمبل برضو. يعني انا كل الاوتفيتس دي everyday outfits، شكلي كيوت وحلو، بس مش حاجات قوي creative يعني زي ما انتم متعودين. فلو انتوا عايزين فيديو تاني مثلا لما بطلع بقى الشتوي بحاجات اللي هو outfits out of the box و creative ومختلفة، قولوا لي تحت في الكومنتس يعني. بس ده اللي هو التوب الزيتي ده من الواني المفضلة، شارب برينتد، اسهل حاجة في الدنيا. لبست الكونفرس اللي هو ميتاليك كده شويه بيلمع، ولبست الشنطه الجوتشي الفينتج دي. طبعا انا مش لابسه اي اكسسوارز في الفيديو ده. انا عودتكم ان انا بلبس اكسسوارز كتير، وفعلا انا لغايه دلوقتي بلبس اكسسوارز كتير كده، بس قلت يعني نركز في الاوتفيتس المره دي. بس طبعا انا عمري ما هخرج من البيت وانا ايدي مفيهاش خواتم، ما عنديش سلاسل ومفيش غوايش، فيعني متقلقوش. اوتفيت رقم 3. يلا اخر واحد بقى. ده
اوتفيت انا مرتاحه فيه 100%. اولا بنيات واخضرات، ولو ان كنت والله عايزه اكسر البني والاخضر الكتير ده، حاساهم لايقين بالزياده على بعض. طبعا مش هستغنى عن اكسسوارز كتير قوي في الاوتفيت ده، بس الكارديجان دي انا الفيت بتاعتها عجباني جدا، والباترن برضو تحفه، الواني قوي في نفس الوقت، في باترن كده مختلفه، بتدفي موت. انا حرانه جدا يعني كل حاجه هنا في الاوتفيت ده قديمه موت. الجامب سوت دي بقى لها اكتر من 10 سنين، البوتس دي من 2017 يمكن، قديمه برضو، بقعد اصلحها لما ماتت. الشنطه دي برضو بقى لها اكتر من 10 سنين، كانت من زارا زمان قوي، بس عارف عليها الزمن. هي جد طبيعي، عشان كده هي عايشه يعني. بس زارا يا جماعه بشع، تشتروش منه، هو اصلا مقاطعه. دي كل الاوتفيتس اللي انا عملتها النهارده. قولوا لي ايه اكتر واحد عجبكم، قولوا لي اصلا اقتنعتوا ولا لا باللبس بتاع الوكاله، انه ممكن تدخلوه في دولابكم ويدفيكم ويبقى شكلكم ستايلش. انا برضو لما اخلص الفيديو ده هروح ابص على نفسي واشوف هل فعلا الاوتفيتس دي حلوه ولا لا، بس انا شايفه في مرايه عجباني يعني. بس كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. قولوا لي برضو ايه رايكم في الزاويه والحاجات دي، عشان لسه بكتشف، بقالي كتير قوي مصورتش اوتفيت فيديوز اللي هي الحاجات اللي هي طويله دي. بس كده، يومكم حلو وباي باي.